السلام عليكم دكاترة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ السؤال اللي قدامي ده سؤال مهم جدا، بيتكرر كتير جدا في الامتحانات. هنا بيقول لي نون س عندي بس تربيع ناقص 2 س على س ناقص 2 في س تربيع زائد 2. اوجد نون أس سالب 1 س وعين مجاله. طيب ايه نون أس سالب 1 س ده اصلا؟ يعني الراجل بيقول لي بكل الشياكة انا عايز المعكوس الضربي. طيب اصلا عشان اجيب معكوس ضربي كنت بعمل ايه؟ كنت بقلب الكسر. يبقى انا هقول له كده نون أس سالب 1 س، انا هخلي البسط مقام والمقام بسط، هقلب الكسر اللي قدامي ده. طيب المقام في ايه؟ س ناقص 2 في س تربيع زائد 2 على مين؟ على س تربيع ناقص 2 س. بدلت، خليت البسط مقام والمقام بسط. طيب وبعدين انا عندي 3 خطوات ثابته في اي داله كسر جبر، اللي هم ايه؟ اول حاجه تحليل، ثم مجال، ثم اختزال. تحليل، مجال، اختزال. طيب ايه تحليل؟ هل انا عندي حاجه دلوقتي في البسط او المقام ينفع احللها؟ يا مس المقام. طب يا اسمها سالته، يبقى احنا قلنا ان البسط مفيش حاجه تتحلل، اسيبها زي ما هي يعني. طيب المقام، لو خدت بالك انا عندي هنا س تربيع وس، اقدر اخد السين بره عامل مشترك. طيب س تربيع على س يبقى س ناقص 2 س على س 2، السين تروح مع السين يبقى معايا 2، صح ولا ايه؟ طيب يبقى احنا خلاص حللنا. وبعدين المجال، المجال ح فرق مين بقى؟ والله احنا في الدالة الكسر العادي احنا عارفين ان المجال عبارة عن فرق اصفار المقام. بس خلي بالك انت في دالة الكسر الجبري اللي انت اصلا جايب معكوس ضربي ليه، لازم تحط معايا اصفار البسط والمقام. ليه؟ اصلا انت المقام في يوم من الايام او البسط كان في يوم من الايام مقام، فانت لازم تضمن انه كمان ما يساويش بالصفر. فيبقى انا هنا محتاج ان انا اخد البسط اساويه بصفر والمقام كذلك. طب البسط عندي في مين؟ س ناقص 2، لما اساويها بالصفر اودي الاتنين الناحية التانية تبقى س هتساوي مين؟ 2. يبقى ده اول حاجة. طيب س ب2، ثم لو خدت بالك انت عندك س تربيع زائد 2 هساويها بالصفر، اودي الاتنين الناحية التانية بعكس الاشارة، هتبقى س تربيع بتساوي سالب 2. هل هي سنة تالتة عندنا جذر حاجة سالب؟ لا، يبقى ده ملوش اصفار. طب المقام، هنا عندي س هتساوي صفر على طول، يبقى الصفر معايا. لو خدت بالك س ناقص 2 هي دي اللي احنا عملناها، طلعت معايا ب2 بس كده. طيب يبقى جبنا المجال فرق 2 وصفر. وبعدين اختزال، ايه اختزال ده؟ اختزال يعني بختصر اي حاجة من البسط مع اي حاجة في المقام، اي حاجة من البسط مع اي حاجة في المقام. لو خدت بالك انت عندك في البسط س ناقص 2، نفس الكلام في المقام س ناقص 2. يبقى نون السالب 1 س، باقي معايا مين في البسط؟ البسط فيه س تربيع زائد 2، والمقام باقي معايا فيه مين؟ س. بس كده تمام. طيب ده اول مطلوب. تاني مطلوب لو خدت بالك بيقولك اذا كان نون سالب 1 س و3 فما قيمة الس. هو احنا فاكرين لما كنت بقولك مثلا نون الاتنين ب4، مش انا كنت بعوض عن مين؟ ب2 عن س، واساوي الدالة كلها بمين؟ بال4. نفس الكلام هنا، بس انا هساوي الدالة كلها ب3 بس، يبقى انا هسيب س زي ما هي واساوي الدالة كلها ب3. يعني الدالة الجديدة اللي انا جبتها اهي، او اللي في ابسط صورة، اللي هي س تربيع زائد 2 على س، او انا هقوله عند نون السالب 1 س عند ال3. تمام، هساويها بايه؟ بالتلاتة. خلاص، مقامي 1، طرفين في وسطين، يلا بينا. س في 3 ب3 س بتساوي 1 في اي حاجة بنفسها، يعني س تربيع زائد ايه؟ زائد 2. مش حلوة شكلها، مش لطيف، رتبها كده. يلا نرتبها. هقول س تربيع، سيبها زي ما هي، هودي ال3 س الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى سالب 3 س زائد 2 زي ما هي هتساوي الصفر. لو خدت بالك ده ايه؟ ده مقدار ثلاثي بسيط، يتحلل ازاي؟ هنا س، هنا س. طيب كام في كام؟ ب2 ومجموعهم 3، صح ولا ايه؟ كام في كام؟ ب2 ومجموعهم 3، 2 في 1. طيب مين موجب ومين سالب؟ والله الإشارة هنا موجب، يبقى الاتنين زي اللي في النص بالسالب، يبقى ده سالب وده سالب، هتساوي بالصفر. واروح اعمل كده، اخد مرة س ناقص 1 اساويها بالصفر، اودي الواحد الناحية التانية، يعني س هتساوي كام؟ 1. نفس الكلام هنا، س ناقص 2 اساويه بالصفر، اودي الاتنين الناحية التانية تبقى س هيساوي كام؟ 2. اوعى تخلص وتمشي يا سنة تالتة، ركز. هو المجال عندك مين؟ لازم اطلع للمجال اسأله، المجال في مين ومين؟ 2 وصفر. هل السين اللي انا جبتها دي
في منها حاجة في المجال. لو خدت بالك المجال ح فرق الاتنين والصفر، يعني الواحد معايا ولكن الاتنين انا بقول له ان ح فرق الاتنين، يعني الاتنين مش معايا. يعني من الاخر كده السين ناقص 2 دي لا تنتمي للمجال، طالما مش معايا في المجال يبقى ايه؟ مرفوضة. طيب يبقى الإجابة عندي مين اهي، اللي هي عبارة عن س ناقص 1. ده السؤال 2. فهمنا يا سنة تالتة؟ طيب لو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات.